بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هنعمل مع بعض الكبد والقوانص ديت. كلنا طبعا بتوفر معانا كبد وقوانص من الفراخ، فبنحوشها كده في الفريزر، واول ما بيتجمع معانا كده حتى لو نص كيلو هنعمله بقى بطريقه جميله قوي قوي، هتحبيها وتطلع معاكي بنتيجه حلوه قوي قوي. وهقولك السر في ايه، هيديكي بصي طعم الكبد وقوانص جميله جدا. طبعا احنا عندنا الكبد وقوانص غسلينها بملح طبعا وليمون وشاطفينها كويس ومصفيينها، وعندي حوالي 10 فصوص توم. تمام كده هفرمهم الاول لوحدهم، لما تفرمهم بقى في الكبة تفرمهم في المطحنة، تدقيهم بالطريقة اللي انت تحبيها براحتك. وعندي 3 بصلات مقطعهم زي ما انتم شايفين كده جوان. هاخد معلقة توم كده على جنب. تمام. وبعد كده هفرم الفلفل احمر واخضر وسبايسي اللي تحبيه بقى، هم قرنين يعني من ده ومن ده، تفرمهم مع بقية التوم. تمام. عندي حلة كده او طاسة اي حاجه تسخن على النار، احط فيها شويه زيت كده محترمين. وبعد كده بقى هنزل بالاول حاجه بالكبد، تاخد تشويحه كده الاول. تمام. زي ما انتوا شايفين انا غطيت عليها عشان الطرطشه بس وما تتاذيش. اول ما تاخد تشويحه كده هشيلها. تمام. وهنزل بالقوانص. الكبد انا مقطعه قطعتين، انما القوانص القلوب زي بقى زي ما هي، والقوانص مقطعه كده القنصه مثلا 2. تمام. بعد كده وزي ما انتوا شايفين اديت لها هي كمان تشويحه. تمام كده. وبعد كده بقى هنزل بالبصل اللي انا مقطعاه شرايح معاكم. هنزل بكميه البصل دي كلها، هم حوالي 3 بصلات يعني حلوين، هتديهم كده تشويحه حلوه. اول ما يتبالوا كده هنزل عليهم بربع كوبايه من الميه وهدي بقى النار. تمام. انا كنت معليه النار طول المرحله اللي انا عملتها ديت. اول ما انزل بربع كوبايه ميه من حنفيه عاديه، حابه تنزلي بميه مغليه براحتك، هدي النار بقى لغايه ما الميه دي كلها تتشرب. اول ما الميه تتشرب كده معانا زي ما انتوا شايفين، هنزل بقى بالكبد. تمام. واديلهم بقى تقليبه كده. انا ليه عملت كده؟ لان القوانص بتحتاج وقت في السوا شويه عن الكبد. تمام كده. هقلبهم بقى مع بعض. وبعد كده هنزل بقى بمعلقه التوم اللي انا كنت شايلاها على جنب، وهقلبه كده زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده بقى هنشم ريحه خطيره تحفه. زي ما انتوا شايفين بقى هنديها تقليبه كده. وبعد كده هنزل بقرن فلفل اخضر مقطعه بقى قطع شرايح زي ما تحبي، وهديله تقليبه كده بالشكل ده. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي، نص معلقه صغيره ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره، تمام، بابريكا، شطه، وسنه قرفه. بص بقى السر كله في سنه القرفه دي. حطيها، حابه تحطيها براحتك، هي حاجه اضافيه بس بتغير النكهه خالص وبتحوش اي زفاره، وجميله جدا جدا وهتديكي كده نكهه حلوه قوي. يلا حبيبتي، لو وصلت لغايه هنا من الفيديو انزلوا حط لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار باي حاجه جديده انا بعملها. هنديلهم بقى تقليبه كده زي ما انتوا شايفين. وتعالوا بقى نعمل الدقه. السر كله بقى في الدقه دي، هتغير طعم الكبد والقوانص معاكي تماما. معايا طاسه على النار تسخن، وهنزل بقى فيها ببقيه التوم والفلفل الاخضر اللي انا كنت طحناه معاكم في المطحنه ديت. وممكن تدقيه على ايدك زي ما تحبي بقى. هديله كده تشويحه كده يعني يا دوبك بس يعني يتشوح بس كده تقليبتين بس، ما تكترش قوي. وبعد كده بقى انزلي بيها على الكبد. تمام. واديها تقلبتين بقى. وهنا بقى هتشمي ريحه كده وطعم تحفه. تمام يا حبيبتي. يلا يا حبيبتي اذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الا بذكر الله تطمئن القلوب. شايفين بقى هنديها تقلبتين كده على النار. وبعد كده بقى هنقدمها مع بعض. حابه بقى يا حبيبتي تقدميها جنب مكرونه جميله جدا، حابه تقدميها جنب عيش وطحينه، حابه تقدميها جنب رز، هي بتتاكل في جميع احوالها تحفه جميله جدا جدا. جربها بالطريقه اللي انا قلت لك عليها ديت، مش هتاخد منك اي وقت وهتستوي. والطشه ديت هتديها كده يعني طعم وريحه خطيره جميله جدا، ومش هتاخد معاكي اي وقت. شايفين؟ وقلت لك قدميها بقى جنب عيش حلوه وطحينه كده وبطاطس محمره صوابع حلوه قوي. ممكن كمان تعملي جنبها مكرونه، وممكن حمرا برضو حلوه قوي ماشيه معاها. وممكن تعملي جنبها رز برضو وبطاطس محمره وسلطه، اللي تحبيه بقى يعني اللي تحبيه اعمليه. هي طعمها كده بالعيش جميله جدا جدا جدا. شايفين قوامها حلو ازاي؟ والخلطه بتاعتها دي تتاكل قبلها كمان جميله. يلا يا حبيبتي قومي اعمليها، مش هتاخد منك اي وقت، وتعليق من حلو منك هيبسطني. مع السلامه.